كلمتين وبس. سيد افندي لاحظ ان الكلمة الحلوة قربت تختفي من المجتمع ومن حياة الناس. قال لعبده افندي الحكاية دي. عبده قال له قصدك ايه بالكلمة الحلوة يا سيد؟ سيد قال له قصدي كلمة الحب، كلمة التشجيع، كلمة الصدق، كلمة التسامح. دلوقتي الواحد يدور على اي كلمة من دول ما يلاقيش. الدنيا جرالها ايه يا عبده؟ عبده قال له انا مش فاهم لحد دلوقتي انت قصدك ايه بالظبط. انا بتكلم كلام عام يا عبده، مش بشتكي بشكل شخصي. هدي لك مثال علشان تفهم انا عايز اقول ايه. بسأل ديك النهار واحد تاجر صاحبي، بقول له فلان الفلاني التاجر ده غني ولا نص نص؟ قال لي غني جدا عقبال املتك. قلت له فلوسه دي جابها منين؟ خلي بالك انا بسأله سؤال بريء، كان قصدي الفلوس اللي عملها من خلال تجارة ايه؟ الراجل اللي بسأله قال لي ايه تفتكر؟ عبده قال له قطعا بومبا. سيد قال له بالظبط هو ده اللي حصل. قال لي بيقولوا انه بيشتغل في المخدرات في الاول لحد ما عمل فلوس جامده وبعد كده اشتغل بالتجاره، علما باني عارف ان البومبا اللي اداها له مش صحيح. يعني الراجل ما اشتغلش في المخدرات ولا حاجه، بالعكس كان تاجر امين ونشيط، وبسبب نشاطه وامانته عمل فلوس. كان زمان يا عبده لما حد يسال تاجر عن تاجر تاني كان يمدح فيه، دلوقتي يديله بومبا. ليه؟ ما تفهمش ايه سر ان الناس نسيت كلمة الصدق. مش بس كده، دلوقتي مين اللي بيقول الكلمة الحلوة؟ نادر اللي بيقولها، نادر انك تسمع. تسأل واحد عن واحد يقول لك ده بيغش او ده حرامي او ده نصاب. المفروض ان الكلمة الحلوة لها تأثير اكبر من تأثير اي قوة. عارف الكلمة الحلوة زي ايه؟ زي نقطة المية. لو رحنا لصخرة ضخمة وضربناها بالمدافع الرشاشة طلقة هتخدش الصخرة لكن مش هتقدر تخرمها. لو نزلنا نقطة مية على الصخرة دي بشكل متصل لمدة كام يوم او كام شهر، عارف ايه اللي يحصل؟ الصخرة هتتخرم. يبقى المية اقوى ولا الرصاصة؟ المية اقوى. والكلمة الحلوة اقوى. كلمة التشجيع مطلوبة في المدرسة وفي البيت وفي النادي وفي الشغل وفي اللعب. من غير تشجيع الناس تقف مكانها ما تتقدم. حتى اكبر مغني او اكبر فنان ان ما لقاش تشجيع ما يقولش، ما يشتغلش بنفس، ما يشتغلش بهمة. الكلمة الحلوة ممكن تمسح متاعب الإنسان وتخليه يستمر في حياته بشكل أرقى وأجمل. شيء سهل إن الواحد يشخط وينطر وينتقد، لكن الأصعب والأجمل إنك تقول كلمة حلوة تشجع الناس على التقدم وتديهم ثقة في نفسهم. مش كده ولا إيه؟